بيراميدز وفلامينجو البرازيل النهارده كانت مباراه زي ما نقول غطيني وصرخي عليا. النهارده بالفعل الدارج كده عيش واستمتع مع الفنانه نرجس. فلامينجو مسك بيراميدز يا جماعه، اللي ما اتفرجش على المباراه غسيل وبكوى، كأن فلامينجو بيلاعب مركز شباب. والمباراه دي توصل لك معلومه مهمه، ان حراسه مرمى منتخب مصر في امان بوجود الحارس الثاني احمد الشناوي. احمد الشناوي يا جماعه بيرتكب اخطاء لا تغتفر. عايز حضرتك تبص على الهدف الثاني اللي جابه فلامينجو في بيراميدز، تشوف ان احمد الشناوي ما يستاهلش يبقى حارس مرمى. مش شايف الكوره اللي بينها ما بينه ربع متر، لكن اداء وعطفا على المباراه بيراميدز النهارده تقدر تقول اتعمل مشايه، اتعمل ورنشه، اتعمل زي ما اتعمل، ما اداش اداء بربع جنيه. بيراميدز اللي كان مستني يلعب النهائي امام باريس سان جيرمان، النهارده الطموح بيروح مطروح يا جماعه. احنا بنتكلم على الاداء داخل الملعب. بيراميدز النهارده ما لعبش بربع جنيه كوره. فلامينجو اللي مدربه مدرب يعتبر قد ابن مدرب بيراميدز نص عمره بالظبط، عمل عليه جيم ممتع للغايه، لدرجه ان بيراميدز مفيش فرصه محققه، مفيش هجمه منظمه، مفيش اي حاجه. حسينا بيراميدز فريق عشوائي. مش بيراميدز ده اللي خد دوري ابطال افريقيا ولا اللي خد السوبر الافريقي. في عندنا فرق مصريه اما تيجي تحتك بفرق اوروبيه بيبان الجاب ما بيننا وبينهم، وده ما بنعرفوش غير في الاحتكاكات العالميه. نقدر نقول فريق مصري عمل اللي عليه، هارد لك، وبالتوفيق في المباريات القادمه. لسه بيراميدز ما بقيش خبره، لسه يعني مستحدث، فان شاء الله بالتوفيق في القادم. كان معكم محترم المحترم، شكرا لكم، سلام عليكم.